عشان الخلط بينهم هو اللي بيعمل مشاكل في البيوت وخناقات على القهاوي بعد الماتشات. قلت لازم افض الاشتباك واوضح الفرق بين الفلسفه والاستراتيجيه في كره القدم الحديثه. يا مساء الفل على كل عشاق التكتيك. دايما بنسمع المذيع بيقول المدرب ده عنده فلسفه هجوميه، وبعدها بدقيقتين يقول لك المدرب غير استراتيجيته في الشوط الثاني. فانت تسال نفسك هو مش الاتنين واحد؟ يعني هو مش بيلعب كوره وخلاص؟ الحقيقه يا صديقي ان في فرق شاسع بين الاتنين، وفهمك للفرق ده هو اللي هيخليك تتفرج على الماتش بعين محلل اداء بجد، مش مجرد مشجع مستني الجون يدخل. النهارده هنفك الشفره دي فنجان قهوتك الجميل ويلا بينا. اولا فلسفه اللعب ذا فيلوسفي او الدي ان اي. الفلسفه دي هي الهويه، دي الحاجه اللي ما بتتغيرش مهما كان المنافس. دي المبادئ والقيم اللي المدرب بيؤمن بيها ومستعد يموت عشانها. بمعنى انا لو مدرب فلسفتي الاستحواذ، فانا عايز الكوره تكون معايا سواء بلاعب ريال مدريد او بلاعب مركز شباب متغمر. الفلسفة دي ليها مكونات كتير زي الكرة الشاملة، البلوك الدفاعي، الضغط العالي أو الهاي بريس. عندنا مثلا بيب جوارديولا فلسفته بوزيشن بلاي، يعني لازم نسيطر على الكورة عشان ندافع ونهاجم از تيم. سيميوني فلسفته المعاناة، نقفل المساحات ونخنق المنافس وهوب مرتدة تخلص كل حاجة وتجيب التلاتة بونت. أما استراتيجية اللعب ذا استراتيجي، هي خطة المعركة أو هي التطبيق العملي لفلسفة المدرب في ماتش معين. دي بقى متغيرة حسب حاجات كتير زي المنافس، حالة اللعيبة، وممكن كمان تتغير حسب حالة الجو. بمعنى أنا فلسفتي هجومية دي الهوية، بس النهاردة بلاعب فريق سريع جدا في المرتدات، فالاستراتيجية بتاعتي هتكون إني ههاجم بس مش هفتح خطوطي للآخر، وهخلي الباكات ما يزيدوش مع بعض. الاستراتيجية كمان ليها عناصر، وهي ازاي هنستغل نقط ضعف المنافس ده تحديدا. نلعب من الطرف الشمال، نضغط على المساك اللي ما بيعرفش يبني لعب. من الاخر الفرق الجوهري ان الفلسفة ثابتة لموسم كامل، لكن الاستراتيجية ممكن تتغير بين الشوطين. في الفترة الأخيرة الكورة اتطورت جدا وبقت أقرب لمباراة شطرنج على نجيل أخضر. النهاردة مع بعض هنحاول نفك الاشتباك بين جملتين بنسمعهم كتير بس للأسف بيخشوا في بعض: خطة اللعب أو الجيم بلان، وطريقة اللعب الفورميشن ستايل. دايما بنسمع المعلق بيقول المدرب نزل بخطة 4-3-3، بس الحقيقة الجملة دي غلط تقنيا. هو نزل بطريقة 4-3-3، بس الخطة حاجة تانية خالص. لو عايز تعرف الفرق بين اللي بيترسم على الورق واللي بيحصل فعلا في الملعب وازاي تقيم شغل المدرب صح، الفيديو ده ليك. ركز معايا وهات قهوتك ويلا بينا. نبدأ بطريقة اللعب. دي يا سيدي الهيكل أو العفشة بتاعة الفريق، يعني الأرقام اللي بنشوفها قبل الماتش 4-4-2 3-4-3 وغيرها من الأرقام. دي عبارة عن التوزيع الرقمي للعيبة في الملعب، ودي غالبا بتكون ثابته في معظم الماتشات. دي هويه الفريق. يعني مثلا ليفربول مع يورجن كلوب كان هويته 4-3-3. دي الطريقه اللي اللعيبه حافظه اماكنها فيها. نيجي بقى للتقيل، خطه اللعب. دي السيناريو اللي المدرب كاتبه للماتش ده مخصوص. خطه اللعب عباره عن التكليفات المحدده اللي بيعملها اللعيبه عشان نكسب المنافس ده بالذات. ممكن تتغير من ماتش لماتش حسب نقط قوة وضعف المنافس. يعني مثلا أنا بلعب بطريقة 4-3-3، دي الطريقة، بس خطتي النهاردة إني هخلي الباك اليمين ما يسرحش عشان الجناح بتاع المنافس سريع، واخلي نص الملعب يضغط عالي من أول دقيقة عشان أحرم المنافس من ميزة موجودة عنده. دي خطة اللعب. طب تفتكر ليه الخلط ده بيحصل؟ الناس بتخلط بينهم لأننا بنشوف الطريقة هي اللي بتتحرك قدامنا، بس الحقيقة إن الخطة هي اللي بتحرك الطريقة. يعني ممكن فريقين يلعبوا بنفس الطريقة 4-2-3-1 مثلا، بس واحد خطته استحواذ والتاني خطته مرتدات. ده مدرب وده مدرب تاني خالص. في الآخر المدرب الشاطر مش اللي بيغير طريقته كل ماتش. المدرب الشاطر هو اللي بيعرف يحط خطة تخدم إمكانيات لعيبته وتضرب نقط ضعف المنافس. المرة الجاية وأنت بتتفرج بلاش تقول الخطة 4-4-2، قول الطريقة 4-4-2، وشوف بقى الخطة كانت إيه في الملعب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني
لايك وشير، وقُل لي في الكومنتات مين أكتر مدرب في الدوري المصري حاليًا بتحس إن خطته واضحة أو عنده خطة أساسًا. سلام.